انتوا عارفين ان كتلة كوكب الأرض تساوي 5.97 في 10 أس 24 كيلو جرام؟ طيب ازاي العلماء قدروا يعرفوا معلومة زي دي؟ عشان نعرف كتلة أي جسم محتاجين نوزنه. طب يا ترى ازاي العلماء قدروا يوزنوا كوكب الأرض؟ عشان تعرفوا الإجابة اسمعوا معانا حدوتة النهاردة. أهلا بيكم في رابع حلقة من سلسلة حدوتة ومعلومة. حدوتة النهاردة مختلفة شوية عشان هنطلع فيها رحلة للفضاء. هنبص فيها على كواكب المجموعة الشمسية اللي منها طبعا كوكب الأرض. كلنا عارفين إننا عايشين على كوكب الأرض، وإن لما نبصله هنلاقيه متوسط الحجم بالنسبة لباقي الكواكب، يعني فيه كواكب أصغر منه وفيه كمان اللي أكبر منه. لكن بالنسبة لنا إحنا كبشر فكوكب الأرض حجمه كبير جدا، ومع ذلك العلماء قدروا يعرفوا عنه معلومات كتير باستخدام التكنولوجيا والعلم. واحدة من المعلومات دي هي كتلة كوكب الأرض. طيب إزاي العلماء قدروا يعرفوا معلومة زي كتلة كوكب الأرض؟ الأول لازم نكون عارفين إن عشان نعرف كتلة أي جسم لازم نحطه على ميزان، والرقم اللي هيطلع هيبقى اسمه الكتلة مش الوزن. وده خطأ شائع إن الناس بتخلط ما بين الكتلة والوزن. المهم إن زي ما قلنا حجم كوكب الأرض كبير شويتين إننا نعرف نحطه على الميزان، يبقى احنا محتاجين طريقة تانية غير طريقة الميزان. فضلوا العلماء يدوروا على طريقة تانية لغاية لما لقوا طريقة الكثافة والحجم، والطريقة دي هنوضحها باختصار بطريقة المثلث. هنرسم مثلث ونقسمه 3 خانات، واحدة هنحط فيها الدنستي اللي هي الكثافة، والتانية هنحط فيها الحجم اللي هو الفوليوم، والتالتة هنحط فيها الكتلة اللي هي الماس. ومن المثلث هنعرف إن كتلة أي جسم بتساوي حجم الجسم ده في كثافته. بس علشان نطبق القانون ده على كوكب الأرض هيكون صعب جدا، لأن احنا محتاجين نعرف كثافة كوكب الأرض، ودي عشان نعرفها محتاجين نحدد كل العناصر اللي بيتكون منها كوكب الأرض، ودي طبعا حاجة صعبة جدا لأن كوكب الأرض عليه بحار وأنهار وغابات وصحاري. ده غير باطن الكوكب اللي لحد دلوقتي محدش عارف هو بيتكون من ايه بالظبط. طيب لحد دلوقتي الموضوع شبه مستحيل إننا نعرف كتلة كوكب الأرض، ومع ذلك العلماء قدروا يحددوها بمنتهى الدقة. يا ترى عملوا كده ازاي؟ على الرغم من إن الموضوع يبان صعب، ولكن العلماء قدروا يعرفوا كتلة كوكب الأرض بطريقة بسيطة جدا، مبنية في الأساس على قانون الجذب اللي قاله إسحاق نيوتن في القرن ال17. قال إن في قوة جذب خفية بين أي جسمين، يعني انت والموبايل اللي ماسكه في ايدك دلوقتي في قوة جذب ما بينكم. طيب ليه مش حاسس بيها؟ لأنها بتعتمد على كتلة الجسم، يعني كل ما الكتلة تزيد قوة الجذب هي كمان بتزيد. عشان كده انت مش حاسس بقوة الجذب اللي بينك وبين الموبايل، لأن كتلتكم انتوا الاتنين صغيرة، فبالتالي قوة الجذب اللي ما بينكم صغيرة. لكن تعالى نبص لكوكب الأرض، هنلاقي قوة الجاذبية بتاعته كبيرة جدا، وده طبعا لأن كتلته كبيرة. وهكذا كل ما الكتلة تزيد الجاذبية هي كمان بتزيد. ومن هنا حط نيوتن قانون الجذب المشهور بتاعه اللي نصه بيقول إن توجد قوة تجاذب بين أي جسمين أيا كان نوعهم، وإن القوة دي بتتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما. ما تتوهوش مني، الكلام ده معناه ان كل ما الكتلة تزيد قوة الجذب هي كمان تزيد. ومن القانون ده قدرنا نحدد كتلة كوكب الأرض عن طريق اننا نجيب جسم تاني يكون احنا عارفين كتلته، زي مثلا ان شخص يقف على سطح الأرض، وبكده يكون ناقص لنا المسافة بين مركزيهما على حسب القانون. وهنا المسافة نقدر نقول انها نص قطر الأرض. وبشوية حسابات تانية بسيطة زي مثلا اننا نحدد قوة الجذب ونعوض في القانون نقدر بكل سهولة نحدد كتلة كوكب الأرض اللي هتكون 5.97 في 10 أس 24 كيلو جرام. وبكده نكون قدرنا نحدد كتلة كوكب الأرض من غير ما نضطر نحطها على الميزان. وبكده تكون معلومة النهاردة إن مفيش مستحيل، يعني لو جبنا شخص من 200 سنة وقلنا له إننا عارفين كتلة كوكب الأرض هيضحك علينا وهيقول إن ده مستحيل، ومع ذلك أهو حصل. وكمان لازم نكون عارفين إن أي مشكلة بتواجهنا ليها أكتر من طريقة للحل. لو في طريقة ما نفعتش معانا نجرب غيرها، مش لازم نيأس ونقول خلاص كده.
لأ، لازم نعمل زي العلماء ما عملوا وندور على طريقة تانية لحد ما نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها، سواء كانت معلومة أو مشكلة عايزين نحلها. وبكده تكون خلصت حدوتة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم منها، ولو أول مرة تشوفوني أنا نورهان ودي قناة بايو جيو ساينس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الحواديت الجديدة أول بأول.